لێبێ خوێندکارانی پۆلیشەش بە هیوای سەلامەتی و تەندروستێکی باش بۆ هەمووتان. بۆ دەرسی ئەم جارەشمان کۆتا دەرس لە وەحدەی شەشەم کە هەر کۆتا دەرسی کتێبەکەشە الکوخ المحترق. الکوخ المحترق واتە هەرزاڵێکی گرگرتوو. زۆر جار بە هەرزاڵ هەر خۆشمان ئەڵێن کوخ. هبت عاصفة شديدة فأغرقت سفينة تحمل عددا من الركاب. واتە ڕەشەبایەکی بەهێز هەڵی گرت بۆ هۆی نقمکردنی کەشتیەک کە ژمارەیەکی زۆر سەرنشینی پێبوو. ونجا بعضهم هەنێکیان ڕزگاریان بوو. منهم رجل أخذت الأمواج تتلاعب به حتى ألقت به على شاطئ الجزيرة مجهولة. یەکێک لەوانە پیاوێک بوو کە شەپۆلی دەریاکە یاری پێ ئەکرد و ئەیهێنا و ئەیبرد تا لە دورگەیەکی گەشت بە دورگەیەکی نادیار. ما كاد الرجل يفيق من إغمائه. پیاوەکە خەریک بوو بە هۆش خۆی ئەهاتەوە و حتى طلب إلى الله المعونة والمساعدة. داوای لە خوای گەورە کرد پشتوپەنای بێت و یارمەتی بە. وسأله أن ينقذه من هذا الوضع الأليم. وداوای لێکرد کە لەم حاڵە بە ئازارە ڕزگاری کات. مرت عدة أيام چەند ڕۆژێک تێپەڕی. كان الرجل يقتات خلالها من ثمار الشجر. پیاوەکە پێداویستە خۆراکیەکانی لەبەری دارەکانەوە پڕ ئەکرد و وما يستضاده من أرانبه. هەنێجار کە دوشتکەشی ڕاوە کرد. ويشرب من جدول مياه قريب. لآوي ڕووبارێکی نزیکیشی ئەخواردەوە. وينام في كوخ صغير بناه من أعواد شجر. كوخێکی بچکۆلەیە ئەخەوکە لە گەڵاو و پاژماوەی دارەکان بنیاتی نابوو. ليحتمي فيه من برد الليل وحر النهار. بۆ ئەوەی لە سەرمای شەو و گەرمەی هاوین بیپارێزێت. وذات يوم أخذ الرجل يتجول حول كوخه قليلا. ڕۆژێکیان پیاوەکە بە دەوری کوخەکە ئەسوورایەوە. ريثما ينضج طعامه. بۆ ئەوەی خواردنەکەی پێ ئەگا. ولكنه عندما عاد فوجئ بأن نار قد التهمت كل ما حوله. بەڵام کە گەڕایە و لە ناکاو بینی ئاگر هەموو چواردەوری داپۆشیوە. فأخذ يصرخ. بەدەنگی بەرز هاواری ئەکرد یاخود ئەیخیژان. احترقت أشيائي. هەموو شتەکانم سووتە. حتى كوخ الذي أنام فيه. تەنانەت ئەو کوخەی کە لێشی ئەخەوتم. وأنا غريب في هذا المكان. من بێکەسم لەم شوێنەیە. ونام رجل من حزن وهو جاعي. پیاوەکە خەوت بە برسێتی خەوت. ولكن في الصباح كانت هناك مفاجأة في انتظاري. بەڵام بەیانی لە ناکاوێک چاوەڕێیە کرد. إذ وجد سفينة تقترب من الجزيرة. بینی کەوا کەشتێک لە دورگەکە نزیکە بێتەوە. وينزل منها قارب صغير لإنقاذي. بەلەمێکی بچکۆل لە کەشتەکە هاتە خوارەوە بۆ ئەوەی ڕزگاریکە. أما الرجل فعندما صعد على سطح السفينة. أم پیاوە کاتێ سەر کەوتە سەر سەربانی عنی کەوتە سەر چوە سەر بەلەمەکە. أخذ يسألهم كيف وجدوا مكانه. لێ پرسین کە ئێوە چۆن شوێنی منتان دۆزیەوە. فأجابه لقد رأينا دخانا فعرفنا أن شخصا ما يطلب النجدة. الله ئێمە دووکەڵێکمان بینی بۆیە زانیمان کە کەسێک داوای یارمەتیەکە. الكوخ المحترق. هبت عاصفة شديدة فأغرقت سفينة تحمل عددا من الركاب. ونجا بعضهم. منهم رجل أخذت الأمواج تتلاعب به حتى ألقت به على شاطئ جزيرة مجهولة. وما كاد الرجل يفيق من إغمائه حتى طلب إلى الله المعونة والمساعدة. وسأله أن ينقذه من هذا الوضع الأليم. مرت عدة أيام كان الرجل يقتات خلالها من ثمار الشجر.
وما يصطاده من أرانب، ويشرب من جدول مياه قريب، وينام في كوخ صغير بناه من أعواد الشجر، ليحتمي فيه من برد الليل وحر النهار. وذات يوم أخذ الرجل يتجول حول كوخه قليلا ريثما ينضج طعامه، ولكنه عندما عاد فوجئ بأن النار قد التهمت كل ما حوله، فأخذت يصرخ: احترقت أشيائي حتى الكوخ الذي أنام فيه، وأنا الغريب في هذا المكان. ونام الرجل من الحزن وهو جائع. ولكن في الصباح كانت هناك مفاجأة في انتظاره، إذ وجد سفينة تقترب من الجزيرة، وينزل منها قارب صغير لإنقاذه. أما الرجل فعندما صعد على سطح السفينة أخذ يسألهم كيف وجدوا مكانه، فأجابه: لقد رأينا دخانا فعرفنا أن شخصا ما يطلب النجدة. الكوخ المحترق. هبت عاصفة شديدة فأغرقت سفينة تحمل عدداً من الركاب، ونجا بعضهم. منهم رجل أخذت الأمواج تتلاعب به حتى ألقت به على شاطئ جزيرة مجهولة. ما كاد الرجل يفيق من إغمائه حتى طلب إلى الله المعونة والمساعدة، وسأله أن ينقذه من هذا الوضع الأليم. مرت عدة أيام، كان الرجل يقتات خلالها من ثمار الشجر، وما يصطاده من أرانب، ويشرب من جدول مياه قريب، وينام في كوخ صغير بناه من أعواد الشجر ليحتمي فيه من برد الليل وحر النهار. وذات يوم أخذ الرجل يتجول حول كوخه قليلاً ريثما ينضج طعامه، ولكنه عندما عاد فوجئ بأن النار قد التهمت كل ما حوله، فأخذ يصرخ: لماذا يا رب؟ لماذا يا رب؟ احترقت أشيائي، حتى الكوخ الذي أنام فيه، وأنا الغريب في هذا المكان. ونام الرجل من الحزن وهو جائع. ولكن في الصباح كانت هناك مفاجأة في انتظاره، إذ وجد سفينة تقترب من الجزيرة وينزل منها قارب صغير لإنقاذه. أما الرجل فعندما صعد على سطح السفينة أخذ يسألهم كيف وجدوا مكانه، فأجابوه: لقد رأينا دخاناً فعرفنا أن شخصاً ما يطلب النجدة. ابحث في النص عن المرادف لكل من الكلمات الآتية. باوكم دو ايو موضوعاً بباشي خوينة ولي تيجشتن تمارين كاني حلقين. سأم تمرينان أم كلماتاني يعني نتي بدوي مرادفة كا أقرأ مرادف يعني نفس المعنى. المساعدة يتنقل، رجع، رمى. أم كلمة مان هي التهمت لقاموسة بدوي معنى كا بقرين بكنا جملة. تمرين دواتر استخرج من الحكاية الكوخ المحترق مفردات التي تتعلق بالبحر. بحر معنوات أو كلمات هاني كبيوانديان با بحر وهيتو آلري أينوسي شوار كلمة أنوسي. أم تمرينيكا جوابي أم برسيارانا أيتو. ماذا فعلت العاصفة الشديدة بالسفينة؟ وتمار الشباب هزكا تشي لبلمك كردوا. أين ألقت الأمواج الرجل؟ شابولي آوكا بياوكي بوكيوبرت. ماذا كان الرجل يقتات وأين كان ينام؟ بياوكا تشي أخواردو لكيو أخوات. في هذه الحكاية فوجئ الرجل مرة. ما المفاجأتان؟ أم بياو دو جارتوشي مفاجأة بو دو جارتوشي سرسرمان بو وهردو مجاركة كامانن بشيانوسا. أيهما مفاجأة المحزنة وأيهما مفاجأة سارة؟ أو لو دو مفاجأة كاميان
بێتاقەتی کرد کامیان دڵخۆشی کرد. كيف وجدت السفينة مكان الرجل؟ وتمان كشتەکە چۆن شوێنی پیاوەکەی دۆزیەوە؟ كان للنار أثر سلبي وآخر الإيجابي أذكرهما. وتمان ئاگرەکە تەسیرێکی خراپی هەبووە ئەو بینووسە و تەسیرێکی باشیشی هەبووە، هەردوو تەسیرەکە باش و خراپەکەی بنووسە. في مقطع الثالث من النص رابطان زمنيان استخرجهما ووضع كلا منهما في جملة من تأليفه. واتلا بشي سامي أم نصائري كوخ المحترق دو دلالي زمنيتيا تو هردو تيان دربينو أو دو دلالة زمن يعني كات تو أو دو دلالة زمنية بكرة جملة. املأ خريطة حكاية الكوخ المحترق وفق من مطلوبي. عنوان حكاية أنوسي تشيبوا أي نوسي. مكان أي شوينكي. زمان يعني كاتكي. الشخصيات أو كساني كلام تشيروكا باش داربون. العقدة واتا أو كيشيك تشيبو كتوشي بياوكبو. الحل واتا تشارة سركشي بنوسا.